أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يا صبايا، كيفكم؟ ان شاء الله بتكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. يا صباح العيد وأجواء العيد الحلوة. اليوم أول يوم العيد، فقت من الصبح بكير ورحت صليت صلاة العيد، وإن شاء الله بينعاد علينا وعليكم بألف صحة وعافية يا رب. وهلأ رح نشوف مع بعض تجهيزات العيد وحلويات العيد وكيف رح نرتبن سوا. فلوك عن يوم كامل شو عملت بالعيد ووين رحت. وكنت جايبة هول الحلويات من المعمول، أكيد أهم شي هو أساس العيد. مع العلم في ناس ما بيحبوا إلا يعملوه بالبيت، بحسوا بالعيد وأجواءه لما بيعملوا مع جمعة العيلة وهالقصص. وجبت الراحة والبسكوت والبيتيفور والشميات وهالقصص. وهلأ رح نرتبن مع بعض. جبت هيدي الصينية، عجبتني كتير وقت شفتها وحبيت أحط فيها الراحة بهيدي الصينية. ورتبت المعمول بهيدا الصحن، حسيته كتير حلو ومرتب وبيلبق كتير انه احط فيه المعمول بقلبه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وهيدول الشاميات حبيت خليهن مثل ما هن بهيدا الصحن ليبقى شكل مرتب وحلو. وهيك كانت ترتيباتي لحلويات العيد. وهون بلشت شيل ركن رمضان، ورح زبط الشكل على ركن العيد نفسن. رح ارجع رجعن ورح زيد معن حلويات العيد. وأنا بأول يوم بيجي عندي أهلي وإخواتي وولادن، يعني حبيت إنه أعمل شي إنه ينبسطوا فيه وقت يجي الولاد عندي، وهيك أقعد ضيفهم بالحلويات وينبسطوا إنه بهذا المنظر وبتشكيلة الحلو. وبعد ما خلصت من ترتيبات الحلويات، هلأ بدي أحضر أطيب عصير كركديه بارد بطريقة سهلة وبسيطة كرمال الضيوف. في البداية هون بحط الكركديه، تقريبا كل عفشة كركديه بدها كوب من المي. طلعوا معي 4 كمشات، بدي أحط عليهن 4 أكواب من المي الدافئ وبنقعن. وكيف بتعرفوا انه نوعية الكركديه ممتازة؟ لما بتضيفوا المي وعطول بصير لونه احمر مثل هيك. ومع النقع بضيفله نص كوب من ماء الورد، وبنقعن من 3 ل4 ساعات. هون بعد ما نقعتن 4 ساعات هلا بدي ابلش اصفين. لك كيف صار لون صبايا، ما شاء الله. نوعية الكركديه كتير ممتازة. رح أحكي ملاحظة مهمة بالنسبة لعصير الكركديه، إنه لازم تشربوه خلال 24 ساعة، إنه ما تطولوا عليه كتير بالبراد لأنه هو رح يخسر كتير من قيمته الغذائية إذا طولتوا عليه كتير بالبراد.
فالأفضل إنه خلال ال24 ساعة تشربوه. وأنا هون بعد ما صفيته ضفتله كوبين من المي، يعني يعتبر هون ذوق شخصي، انتوا بتدوقوه بالأول وبعدين بتشوفوا إذا بدكوا تزيدوا عليه قد إيه من المي. هون عنا عصير الكركديه صار جاهز، يعني ما شاء الله لونه طلع عن جد رائع. وملاحظة مهمة كمان بالنسبة لعصير الكركديه، الأفضل إنه إحنا ناخد منقوع الكركديه، يعني أبدا ما تغلو زهور الكركديه، لأنه المعروف عنا إنه أي زهور مثل هيك إنه ما بنغليها، هي إنه ننقعها نقع لحتى ناخد كامل الفائدة منها. وبلشت طول تياب العيد كرمال أجهز حالي قبل ما يجوا عند الضيوف. وهون اجى عند الضيوف وبلشت احضر العصير. أيوة، يلا خد عليك. تفضلي. ثانك يو. ننعاد عليك. وعليك يا رب. وعليك يا رب. وعليكي. وعليك. جوجو. وعن جد قد ايه بنبسط وقت يجوا لعندي اهلي واخواتي، بحس بالعيد واجواءه. عن جد ما احلى لمة العيلة، الله يخلي لكم اهليكم واخواتكم، واللي بعيد عن اهله وحبايبه بالغربة الله يجمعكم عن قريب يا رب. وعن جد ما احلى الاطفال قد ايه بنبسطوا بضيافة العيد. عن جد كتير بحب اعمل جو بالعيد وانبسط. كتير ناس بيقولوا ما منحس بالعيد، بس بالعكس هيدا عيدنا والفرح فيه عبادة. فما تغركوا أحاديث الناس بأنه ما في للعيد معنا. هيدي شعائر الله وواجب علينا تعظيمها، ولو كانت الهموم بتتساقط على أرواحنا. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن شاء الله يا رب كل سنة وإنتم بألف خير. وهون بعد ما خلصنا اجى عبالنا الهمبرجر الباربيكيو. فطلت من الهمبرجر وكرمال بدنا نعملن على الفحم، وحضرنا الفحمات وحضرنا الشواي كمان وحطينا عليهن راس الهمبرجر كرمال انه نشويهن. ويا الله ما اطيب الهمبرجر المشوي، عن جد له طعمة كتير خاصة. وهون طفت ضو الفلاش كرمال فرجيكن ضو النار على العتمة. وأنا عم بقشر البطاطا عم بحضر مسلسل العربجي، كانت الحلقة الأخيرة من المسلسل. هيدا المسلسل كنت متابعته برمضان، هو وحارة القبة، هولي أكتر مسلسلين كنت متابعتن وحبيتن. وزوجي عم يشوي الهمبرجر، وكل شوي نقلب الهمبرجر كرمال يصيروا كلن لون واحد وياخدوا نفس الاستواء. وبعد ما خلصوا الهمبرجر حطيتن هيك بالصحن وحطيت تحتن الخس.
وحضرت الكبيس والجزر، وبهالوقت البطاطا عندي استوت وشلتها. وهيك حضرت لسفرتنا، قطعت البندورة كمان والخيار. وهيدي سفرتنا صارت جاهزة، قولولي شو رأيكن، وعن جد ولا أطيب. وكتير طلعوا طيبين الهمبرجر الباربيكيو. وبعد الأكل عن جد يعني هيدي أصعب لحظة يعني بتكرهها كل امرأة. هي الجلي. أكيد بعد ما جلينا نظفت وجليت الجليات ورتبت كل شي علي، لأنه بعد ما نخلص بدي أجهز حالي ونروح لحتى نحنا نظهر نعمل الزيارات يلي علينا ونروح نقعد هيك بشي مكان. هلأ شوفوا معي لوين رح نروح وعن مين رح نروح. وهون وصلنا أول زيارة عند أختي لنزورة، وكمان رجعنا رحنا عند أختي التاني. هلأ رح تشوفوا كيف بالفيديو، وكمان رحنا كذا زيارة بس هول يلي صورت لكم إياها. ينعاد عليكي الصحة والعافية. قولي لي يلا هني عندي اكل بشكل مش طبيعي. صاي طالعه مية. ينعاد عليكم. وأنا وزوجي وبعد ما خلصنا الزيارات اللي علينا جينا وقعدنا بهيدا المطعم. عن جد كتير قعدته حلوة وانبسطنا كتير، وحبيت فرجيكم جو المطعم وكيف عامل هيك الأضواء والزينة. عن جد كتير حلوة وملفتة. وأنا وزوجي قعدنا وحبينا إنه نتحلى كرمال كنا متعشين يعني، وطلعنا وطلبنا كريب وبوزة وكتير طيبين. ولهون منكون خلصنا الفيديو حبايب قلبي، وبتمنى منكم إذا عجبكم الفيديو تشتركوا عندي بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد أنا بنزله، وتعملوا لايك، ولا تنسوا تعطوني رأيكم بالتعليقات. وإن شاء الله استنوني بالأيام الجاية بفيديوهات كتير حلوة، وإن شاء الله ملتقانا بفيديو جديد عن قريب، وإن شاء الله بكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. سلامات صبايا.